في فيديو النهاردة بقى هنعمل الغريبة السهل الممتنع عند ناس كتير. النهاردة هعلمك تعملي أحلى غريبة بطريقة بسيطة وسهلة. يلا بينا نشوف الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعموني باللايك والاشتراك. أول حاجة معايا هنا سمنة بلدي، سمنة بقري بلدي. السمنة أساس الغريبة، السمنة أساس الغريبة. السمنة بتاعتي تكون طالعة من التلاجة مرتاحة ساعة كده على الرخامة وببتدي أشتغل بيها. معايا 600 جرام من السمنة ومعايا 225 جرام من السكر. السكر بتاعي مطحون في البيت بس مطحون طحنة مظبوطة. وكمان معايا 780 جرام من الدقيق. أنا استخدمت هنا دقيق سنبلة الفرات. الدقيق اللي يريحك استخدميه. حطينا السكر بتاعنا على السمنة وهضربهم بالعجان بتاعي حلو قوي لغاية ما يوصلوا للون الكريمي. اهم حاجة يا جماعة بنضرب السكر مع السمنة حلو قوي علشان يوصلوا للون الكريمي اللي قدامكم ده. علمك تعملي احلى غريبة ما تطلعش منك مشققة لونها غامق، لا فرشة، لا هبطانة من النص وواخدة فجوة. لا، النهاردة هنعمل غريبة بكل تكاتها، بتكات بسيطة وسهلة، وكمان تقدري تعمليها بأبسط وأقل مقادير. حطينا الدقيق بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده على السكر والسمنة، وبعد كده بضربهم ضربة كده بسيطة بالعجان. ما اضربش قوي يا جماعة علشان الدقيق ما يقواش فيه عرق الجلوتين. زي ما انتوا شايفين ببتدي ان انا الم العجينة بتاعتي. لو انت حابة تنزليها بالقمع بتبقى زي ما انتوا شايفين كده، بزودلهاش اي معلقة دي او اي حاجة. يبقى الغريبة اللي انا عايزة انزلها بالقمع بتبقى على الوضع بتاعها كده زي ما انتوا شايفين. لا انا طبعا بصراحة ما بيحلاليش الغريبة غير ان انا وانا بكورها كده بحط لها معلقتين دقيق. ببتدي ان انا الم العجينه، مفيش غيرهم عشان العجينه بتاعتي وتبقى طريه شويه. مش حابه تحطي معلقتين الدقيق بحطها في التلاجة على وضعها 10 دقايق او ربع ساعه، وبرجع ان انا ابتدي اكور فيها او اشتغل فيها وبحطها في الصاج بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. اما لو حبيت تحطي لها معلقتين دقيق مفيش اي مشكله، معلقتين ممسوحين من الدقيق، غير كده ما نزودش. قريبة بتاعتنا لازم تطلع ناعمة ودايبة دوب. المكسرات اللي انت حابة بقى تستخدميها براحتك، حابة تعمليها سادة برضو دي براحتك. اي امكانيات يا جماعة بترجع لكم طبعا حسب لو انت بتعملي للبيت او لو بتطلعي اونلاين. ابتدينا بقى ان احنا نعمل الغريبة بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين. مكسرات طبعا هنحط فيها عشان هنا بنطلع شغل اونلاين. ببتدي ان انا اسخن الفرن بتاعتي على درجة حرارة 150 عشان انا عايزة الغريبة بتاعتي تاخد اللون الذهبي من تحت. الغريبة يا جماعة ما ينفعش تاخد اللون المحمر من تحت، لا، الغريبة اللون ذهبي. السمنة بتاعتنا لازم تبقى مظبوطة، مقدارها مظبوط، وكمان ما بتكونش سايحة. السمنة بتكون طالعة سقعانة من التلاجة، بتقعد على الرخامة ساعة كده ترتاح وببتدي اشتغل بيها. السكر بتاعنا بيكون مضروب في البيت، مضروب يا جماعة ضربة حلوة كده علشان لازم يكون ناعم. دخلنا الغريبة بتاعتنا الفرن زي ما انتوا شايفين على درجة حرارة 150، بتاخد 15 دقيقة بس. الغريبة بتاعتنا بعد ما طلعت زي ما انتوا شايفين كده اهو بسيبها تبرد علشان نشوف بجد الغريبة منقولة في حتة تانية خالص. ريحتها السمنة البلدي بصراحة مخليها في حتة تانية برضو خالص. طبعا زي ما انتوا شايفين بقى ولا شققت ولا خدت لون غامق من تحت ولا فرشت مني ولا حسيت ان فيها سمنة زيادة. بجد الغريبة عايزة اقول لكم في حتة تانية خالص. كمان ريحتها علشان السمنة البلدي بجد مخليها حلوة جدا جدا جدا. لونها طالع زي ما انتوا شايفين كده، ناعمة ودايبة دوب كمان علشان احنا كمان الفرن ودرجة الحرارة عليها عامل كبير برضو. درجة الحرارة بتاعت الغريبة يا جماعة ما تبقاش عالية. نمشي بالظبط على كل التكات والمقادير، نمشي عليها بالظبط، هنطلع احلى غريبة ما تكونش ناشفة ولا مشققة. تابعوني على صفحتي مملكة